إخواني لا تنسوا شهداءكم، هم ضحوا لحياة البلاد. إخواني لا تنسوا شهداء. السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله راكم لاباس. الله خوتنا كما راكم بخير. اهلا وسهلا بالجميع. الفيديو تاع اليوم راهو هايل هايل هايل. وراني سميته مول المانيطه الحلقه الثانيه، على خاطر البارح حنا درنا الحلقه الاولى واليوم راونا بربي بالحلقه الثانيه. والله ما على بالي حتى لقيتها نزلت. كي نزلت الحلقه الثانيه معلم رحت حبيت نفهم شويه حتى انا تعرف مع الفاهمين. واش لقيت هذا المقتطف. راح نبداو ديما، راني نحب ديما نعنش الذاكره تاع خاوتنا، على خاطر على بالي راه الشعب كل ذاكره السمك اكثر من حالتي. خلينا نبداو بشويه جماعتنا. هاو لي كاسي. ما زلنا حنا ندوروا مع القرش. هاو خلينا نشوفوا قصته كيفاه. سعدي ولد عائلة وبابة عائلة وهو عنده إمكانيات بشرية كبيرة يا ربي باه. وإنسان نزيه، وأنا أكيد وعندي أمل كبير بأن في المستقبل قريب وبعيد راح يخلي الجزائر تأخذ مكان جد امبورطون. انا اكيد كذلك بان في المستقبل وفي البرنامج نتاعنا لازم تعرف بان بزاف من الاخوان والاخوات درك تحصلوا على مناصب في الاتحادات الافريقيه والعالميه، وفيه بربري بشويه برك قبل ما ندخلوا في بربري ربي يعيشكم اخواتنا، بعيدا على التلوث السمعي. سامحونا اخواتنا على خاطر والله غالبه ولازم نسمعوها وما عندناش حل. او والله لا نسعوه الحل على بالك. هذا لازم نسمعوه. وهذا اللي ديما نقول لخوتي الجمله السحريه هذيك اللي الناس كل تعرفها. هذا راه قاعد مش رايح. انا والله نقول لخوتنا واحد الحاجه برك. هذا الكاليتي هذا او مطول معانا، اذا كان تحسبوا فيه راح يروح مش راح يروح، على خاطر انا المجهود اللي قاعد ندير فيه او باش نتوعاو ونفهموا برك وباش نلقاو الحلول. بالك يجي جد 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 ولدي يشوف كش ما يدير له حل، على خاطر درك راه ما كانش ومن بعد راه ما كانش راح تبقى هك. انا نقول خواتنا هذوك اللي مازال عنده الامل باللي هاد الناس راح يروحوا، انا نقول لك يا ولد عمتي راك بقات لك شعره واحده وتهبل. ما لا غير فك عليك ونحي الامل. حنا برك هنا نوعيو في بعضنا ونمسحوا في الغبار على عينين بعضنا برك باش نعرفوا الحقيقه تاع هذا البشر. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا نتاسف في اللغه العربيه ديما، والله نتاسف لها، نقول له سامحيني يرحم دين والديك على خاطر مانيش انا راني خاطي او هو. الحاجه الثالثه خوتنا، لو كان تتبع وتفهم بشويه برك، خليني نعاود لك واحد اللقطه صغيره خلاص صغيره خلاص. واش قال لك هنا في المستقبل وفي البرنامج نتاعنا. اذا هو هنا راح يعطيك على بالك فينالمون والله برافو. انا كنت نحسبك تعرف الاستراتيجيه. فينالمون حتى والله لا تعرف الاستراتيجيه منين تبدا ومنين تفضل. هنا قال لك حنا في البرنامج نتاعنا في المستقبل، قالها هيك بعد. ما عرفناش شكون حنا نتوما هادو، شكون نتوما وما عرفناكمش. مي المهم راهي كاينه نتوما، كاينه جروب، كاينه مجموعه عندها برنامج وعندها مستقبل. اوكي سما مازال ما كان والو او قاعدين يخططوا. استغفر الله، قاعدين يخططوا. خلي قول لنا واش قاعد تخطط. لازم تعرف بأن بزاف من الإخوان والأخوات درك تحصلوا على مناصب في الاتحادات. شويه برفق خويا. والله اني خوك، والله اني يعبيك يوم كامل وانا نخدم وتزيد عبيك تزيد عليا اقسم بالله. خويا، هذا في المستقبل ولا الناس راهم في المناصب ديجا؟ هذه اول سؤال برك. راهم في المناصب ولا هذه خطه تاعكم انتم المجموعه الصوتيه هذه في المستقبل؟ هو حبيت نفهم برك، يعني والله ماني ضدك، يعني حبيت نفهم. انا مشكلتي حاب نفهم اصاحبي. هذا هو برك، على خاطري ما فهمتكش والله ما فهمت. جبتك من ما كانش، دورناك من ما كانش. ما فيهاش اخويا. كمل يا سي. الإفريقية والعالمية، وفيه بربري أمين العام تاع اللجنة الأولمبية، هو راه عضو في المكتب التنفيذي نتاع اتحاد الدراجات، الاتحاد الدراجات الدولي. هذا منصب يعني يسمى راهو عطاك المنصب تاع برباري، بير لي راهو عضو في الاتحاد العالمي للدراجات.
الدولي هذا لوسياي، وزاد ما حبسش هنا، زاد ديفلوبا الفكره. يعني راهو الفكره تاع انه برباري راهو عضو او سير منها هو، وزاد ديفلوباها، قال لك هذه راهي تعود علينا بالمنفعه ان شاء الله، راه كل واحد راح يديفلو، ديروا لاشين كل واحد راح يديفلو، شو عسوا الصور برك، على خاطر حنا درك الدوله يجيب والناس تبيع ورا الصور. هذا راهو اونتر بارونتيز، الفاهم يفهم. نقدر نقول عنده أهمية كبيرة. أنا أكيد تكلمت مع الرئيس. الرئيس هو دافيد لابارسيان هذاك، ومعترف معترف بالكفاءات الكبيرة نتاع برباري. يسمى خوتي برباري راهو عضو في اللجنه الدوليه نتاع الدراجات، وراهو منصب جد جد امبورطون، وراهو الرئيس تاعو لابورتيا راهو فرحان بالبربري، وراهو يعني جدو ماهوش زعفان عليه. انا رحنا شفنا برك الاتحاد الدولي هذا للدراجات، حبيت نعرف انا وش هو برك، على خاطر حبيت نفهم وش هو الاتحاد الدولي للدراجات. رحت للويكيبيديا برك، ما درت علم كبير، سقسيتها لقيتها قالت لي اسمه يونيون سايكليست انترناشونال، هذا الاتحاد الدولي للدراجات. ومن بعد والله جات في بالي فكره انني خاطيه برافي، الفكره اللي جات قال لك ها هو كي، هذا التعريف تاعو، يعني الناس اللي تحب تفلسف علينا، ها هو كي هو قال لك راهو عضو في المانجمنت. رحت شفت برك المانجمنت كوميتي، يا اخي الاي سي اي هذا راهو افيلبل فور ايفري ون، تقدر تدخل وتشوف عادي، السيت مفتوح. المانجمنت كوميتي لقينا فيها البريزيدون هذا اللي سماه، ولقينا فيها الفيس بريزيدون، ولقينا فيها لي ممبر. والله رحت شفت انا الصوره تاع لي ممبر هذه بك عجبتني ياسر ياسر ياسر، فيها الالوان. شفت انا عييت نفتش على برباري، وين راه برباري يا جماعه، وينو برباري؟ بالك كان يتغدى، بالك من عارف، بالك قاعد يربط تحت الصباط ما حكمتوش الكاميرا، الفوتوغراف ما حكموش. والله ما لقيت الهندي، ولقيت الباكستاني، ولقيت الشينوي، ولقيت هذه من الامريك لاتين، ولقيت هذا من روكي، ولقيت هذا ما عنده حتى بلاد. المهم غاشي راهو بزاف. بعد والله رحنا شفنا شويه تحت، واش لقينا محطين لا ليست معلم، باش القصايص هذو قاعد يسقسي فيهم السيكرفاس هذا يقول لي احبس، هاي لا ليست. قال لك سي محمد عندك جون ماري الله كوامي هذا من كوت ديفوار، ها هو كي. ومن بعد يجيك هذا دكتور محمد بن مسيو، قلت انا مسيو محمد بن الماحي من المغرب. هذا بن الماحي هذا راه قصه كبيره، خلاص يا جماعه، على خاطر هذا راه كان من الجماعه نتاع البيريبيو، هذا حتى هو كان معاهم، هم جابوه هنا او معاهم. ومن بعد باش ما نطولش برك على خاوتنا، لقيت هذا من فرنسا، وهذا من السويس، وهذا من ماس ما نعرفش هو الماس، وهذا من استراليا، وهذا من ايطاليا، وهذا من الدنمارك، وبولونيا، واسبانيا، وشيبر، ونيوزيلندا، وكوبا، وبوليفيا، والمريخ، والقمر، والدنيا كل لقيناهم هم هنا. بصح برباريا ما كانش برافا ولدي، لا والله ما يتسع، اقسم بالله يا اخي برباري يا اخي، او ما كانش يسمى درك يا خاوتنا. انا حبيت نفهم برك في الفيديو هذا اللطيف الباهي الجميل. يا سي آه يا سي مول المانيطا، الى بالك والله العلي العظيم جبت الصحفي الاحمق هذا، اقسم بالله تحك تربح، باش والله غير زاد عليك، على بالك والله زاد عليك، اقسم بالله انت كنت قاعد لاباس عليك ونخليك قاعد برك. ما نعرف عليه دالك هذه المصيبه هذه، على بالك اول حاجه دخلك في مواجهه مباشره مع فزوين، او دخلك للسيماتر، وقال لك تزيد تحل فمك، راني نزيد السيماتر هذاك بعد، راني نزيد ندخل فيه مليح، خلاص نعطي لك المفيد باش تفض حكايتك. وزاد ما فهمتش علاش تكذب علينا، علاش يا ولدي؟ انت راح جبت حماد على خاطر صاحبك ويمشي بالكف برك، جبته حطيته بحذاك في جنبك، وتحب الوليد على خاطر تابع لصاحبك الاخر، وهي ماشيه برك، هذا مكان يا معلم. والبارح الناس استفضنا في الخبر نتاعو خونا هذا، وهذا راه دليل باللي يعني مش من دليل، دليل اندر مئات الادله باللي راهم هذا الناس اخواتنا راهم فاقدين المصداقيه من كل الجوانب. راح نختمها بواحد الفيديو باهي ياسر على هذا اللي ما يعرفوش، ظل لي تعرفوه ما كان لا نقدمها شخصيه هذه، هذا السيد رواز، خلي نقدمها هاي. اسمع معلم. شوف، إنسان اللي ممكن يقول لسليم ميلاس أنت واش جبت للجزائر، حرام عليه. سليم هذا ميلاس السي بيراف قال سليم الياس انت واش جبت الجزائر، تخيل يا معلم. باطل. وكان يعطينا في الدروس، قال لك الجزائريين ضد الجزائريين،
وهو قال سليم الياس انت واش جبت الجزائر، راهو قالها لسليم الياس. الجزائري كبير، واش قدم سليم يلاس إلى الألوان الوطنية ما كاش بزاف اللي قدموه، خاصة في مثل هذا الرياضة في السباحة. إذا أنا ما نغطيش الشمس بالغربال، أنا ورئيس اللجنة الأولمبية أنا ما عندي حتى احترام إليه. أنا ورئيس اللجنة الأولمبية أنا ما عندي حتى احترام إليه. نغطي الشمس بالغربال، أنا ورئيس اللجنة الأولمبية أنا ما عندي حتى احترام إليه. انا نحبسها هنا خاوتنا ونقول لكم صحيتوا.